تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. أما بعد، معكم الشاعر بن موفق الميلود من ولاية جلفة، قصيدة جديدة في الرد على الذين يحتفلون ببدعة المولد النبوي الشريف. أقول فيها: عيان هذا الصوف مقبحهم رجال فيهم ذي الصفات مشينها ترعى ذي المهاب الراهم طاحوا في الحال الحمق والجنون ذي فيهم طبعا لا علم ولا فقه كانت سال فارق من راسوقه مثل القرعة وفاة الرسول داروه احتفال قطوها بالحب معتها بدعة. إمام مالك قال: هذا هو الهبال وانا في ظني إذا ضارب قرعة يظل يتمتم راك ما تفهم الأقوال والله جاني عود صرعود الصرعة. واحد قال لهم هذه نديروها فال من شيخ إيراني يسمع ذي السمعة وحقا يفتي قال لهم ذا هو الإحلال الموسيقى زيد على ضوء الشمعة. حتى الراقص عاد ليهم ذي الجهال من الخميس حتى لنهار الجمعة والمدى يحزيد حتى يبان الحال من العشوة حتى الوقت 7 اللي تقصيه يقول نوسع العيال وهذا الشيء يقول ناكلوا منه وقطعوا الصوفية اليوم مقبحهم بأفعال خالف الرسول والسادة الربعة. تجارة بالدين وعلى جال المال ويحوس على الجاه ثاني والسمعة. ونحكي لك على الصوفي كانت سال والشرك بالله ذي فيهم صنعة. الصوفية جابهم قال احتلال تبعين فرنسا ذيك اللفعة وحلق اللحية زيد مسبل للسروال ومنذ الاحتفال شاتقة شبعة. ظلوا خلق الله فتوه الدجال كذبوا على الرسول هم والشيعة البدعة والتخريف منهم ذي الظلال يسمح فيه الدين كي يشوف القصعة. نجينا يا خالقي من ذو الانذال وكعيدي الاشرار في هذا المسعى ومسكنا بالدين بالاقوال والافعال ونتقدون الخير ديما والطاعة. بصلاة الرسول نختم ذا المقال كل ثواني والدقائق والساعة ومثل كل الغيث وحبة الرمال ويشفع فينا ان شاء الله يوم الفزعة. ومثل كل الغيث وحبة الرمال ويشفع فينا ان شاء الله يوم الفزعة ويشفع فينا ان شاء الله يوم الفزعة.